مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج آراء رياضية، البرنامج الذي يستقبل الآراء ويناقش الأفكار في جو من الروح الرياضية بعيدا عن التعصب والشوفينية. معنا كالعادة ضيوف كرام، اللاعب الدولي السابق واللاعب الحالي لجمعية شلف سمير زاوي، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم، شكرا على الدعوة. سمير راك فرطاس شوية، جيت من العمرة وقيلة. بدينا صار شوية. ومعنا أيضا الصحفي المعروف صحفي الخبر رفيق وحيد، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وشكرا على الاستضافة هذه. الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم. إذا مشاهدينا الكرام، سنتحدث اليوم عن المنتخب الوطني، عن مدربه الجديد كريستيان غوركيف، لكن قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا الفيديو ثم نعود. بعد مهزلة مراكش التي سقط فيها الخضر برباعية كاملة تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، سارعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى الاستنجاد بخدمات المدرب الفرانكو بوسني وحيد حليلوزيتش صيف 2011، وبالضبط في منتصف شهر جويليا. ولم يلقى اسم المدرب البوسني الإجماع لدى شريحة واسعة من الجزائريين، خصوصا بعد سقوطه المدوي مع الجزائر في مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا أمام الفيلة الإيفوارية. لكن المدرب السابق لباريس سان جيرمان، وبقدر ما أثار الكثير من الجدل بخرجاته الغريبة وصراعه مع الصحافة، كان في كل مرة يخاطب الجماهير من موقع قوة بعدما أنصفته لغة الأرقام التي حققها على رأس العارضة الفنية للخضر على مدار 3 سنوات، لا سيما بعدما نجح في قيادة الجزائر لمشاركة تاريخية في مونديال البرازيل. مسيرة حليلوزيتش التي انطلقت في شهر جويليا خاض فيها 30 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 5 مناسبات مقابل انهزامه في 7 مباريات. وكان نصيب هجوم المنتخب الوطني من الأهداف 52 هدفا بمعدل هدف في كل 52 دقيقة، في الوقت الذي تلقى الدفاع 27 هدفا بمعدل هدف في كل 100 دقيقة. ويبقى أكبر عدد أهداف سجلها الخضر في لقاء واحد هو 4 أهداف، وتكرر ذلك في 3 مباريات أمام كل من رواندا، غامبيا وكوريا الجنوبية. أكبر عدد الأهداف المسجلة علينا في لقاء واحد هو 3، وكان مرة واحدة أمام منتخب بوركينا فاسو ذهابا في اللقاء الفاصل. أما عدد اللقاءات التي فشل فيها الخضر في التسجيل لم تتجاوز 4 مباريات. إذا أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نبدأ مع سمير، لو نعود قليلا إلى الوراء وتقيم لنا مشاركة المنتخب الوطني في مونديال البرازيل. متفقين كاع جميع الناس ولا الرياضيين الجزائريين يقولوا باللي المشاركه ايجابيه وفوق كما يقول لك فوق لوبجيكتيف. اون كاليفيكاسيون كما يقول لك دوزيام تور في اول مره في 4 مشاركات، انا نقول ايجابيه 100%. وكاين امور اللي لازم نتحدثوا عليهم بعد في هذه المشاركه سلبيه ما يغطوش الكاليفيكاسيون، ما تغطي لينا نزيدوا نافونسي ونتعلموا، وبتاتر الخطر الجاي ما يكونش غير الدوزيام تور. ما هي الامور السلبيه اللي سجلتها مثلا؟ كاين امور نرجعوا في الحسابات نشوفوا باللي تلقينا 7 اهداف، سجلنا 7 اهداف التركيبه الدفاعيه. الناس كاع ما كانتش متفقه مع الاخر، بعض الخطط اللي انتهج المدرب ما كانوش كما يقول لك، سيرتو في البرومي ماتش وين المنتخب تاعنا لعب حوالي 20 مقابله مع المدرب، كان سي لو بلان اوفونسيف يسجل كما قال هو اللي يستحفظ بالكره، هو اللي يلعب، اللي يدير كما يقول لك لو ستيل تاعو، هو يدير اللعب. في المقابله بلجيكا شفنا زي واحد اخر، شفنا نوتر ايماج على المنتخب تاعنا. انا نقول باللي مزيه جات لا ديفات لو بريمي ماتش، باسكو هذيك خلاتنا كما يقول لك يصحح الاخطاء وين شفنا المنتخب اللي شفناه في التصفيات وفي المقابلات الوديه. رفيق، هل كان بالامكان افضل مما كان؟ اكيد انا كنت متوقع بعد مباراه بلجيكا انه المنتخب قادر يمر حتى الربع النهائي، كان بامكاننا نلحقوا الربع النهائي، وما راناش اقل من منتخبات كما الكاميرون، الغانا والسنغال اللي بلغوا ربع نهائي، وغانا كانت تخمم في الدوره اللي فاتت النصف النهائي. انا بور موا المنتخب الجزائري يعني راح شويه ضحيه المدرب وحيد حليلوزيتش، رغم انه نعترف انه بناء على الدور الثاني يعود الفضل للمدرب. لماذا؟ لان المدرب في المباراه الاولى خاف
كان عنده لي زاتو اوفونسيف وخاف يوظفهم، لانه كان مقتنع بانه منتخب بلجيكا منتخب كبير، وربما كان يحب يتفادى انه اذا خسر ما يخسرش بنتيجه ثقيله. لي زاتو اوفونسيف خلاهم المدرب جون سي با بوركوا، خسرنا 2-1 وربما كانت هناك انتقادات كثيره والمدرب راجع حساباته، ويتي اوبليجي في المباراه الثانيه مع منتخب كوريا الجنوبيه انه يلعب لو تو بور لو تو. دار تغييرات كبيره، سيتي كوراجو دو سابار نعترفوا له بيان سور، دار 5 تغييرات على ما اظن، ولعب الاوراق الهجوميه، وشفنا مباراه استعراضيه من المنتخب الجزائري، سجلنا 4 أهداف، كانت نتيجه تاريخيه. المباراه الثالثه امام منتخب روسيا يعني كانت صعبه، ولكن امام منتخب روسيا عندهم مدرب كبير هو كابيلو، حققنا المهم التعادل. نشوف في لونسومبل يعني سي فري اون لكن ما نظنش رفيق اننا احنا يعني جمهور عاطفي، ما كناش نحلموا بالمرور الى كاس العالم، ولينا الان نطالبوا بالربع النهائي ونقولوا كان لازم نروحوا للربع النهائي. كاين فرق بين اون اكزيجون يعني ونحمل المسؤوليه للمدرب ولا نطالبوا اللاعبين باكثر من الطاقه تاعهم، وبين ان نشوفوا اتيت روبوزي كي ناخذوا لو ريكول شويه بلي كنا قادرين نروحوا للربع النهائي، ربما النصف النهائي. حنا واش كان يعني اللي منعنا انه نجوزوا على حسب رايي الربع النهائي هو نقص الثقه لدى اللاعبين. كنشوفوا المباراه تاع منتخب المانيا ربما كانت عندنا فرص للتسجيل اكثر من منتخب المانيا، فرص يعني سانحه للتهديف، لكن ربما سي لو بلون بسيكولوجيك تاع الجوار راك تلحق قدام لي بوا تقول جو في ماركي فاس اون ايكيب المون، يعني ما امناش بالامكانيات. شوف ديكار دو فينال ما تعملش، حتى اللاعب كان مقتنع انه يبلغ ربع النهائي. من العقده هذه اللي خلات المنتخب الجزائري يكتفي انه يفاس كونتونتي يدير ان تري بون ماتش فاس على الالمان، نخسر بريزونور ما نخممش نروح لي كار دو فينال. لو كان شويه طموح وكنا نامنوا بامكانياتنا كنا نربحوا بفارق هدفين في 90 دقيقه مع منتخب المانيا ونروح للربع النهائي. سي دوماج، ولكن هذا لا يقلل من قيمة الإنجاز الكبير جدا اللي حقه المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل. سامر ما نظنش بأنه راه يبالغ يقول لك بلي كنا قادرين نروحوا حتى للنصف النهائي، هذا حلم. نو ماهوش حلم، انا دابري واش هضر سي فري كي تشوف لي زيكيب اللي فافوري اللي كانوا صح يلعبوا كوب دي موند كاع خرجوا من الدور الاول. انا نقول باللي كاين بعض الاخصائيين في هذا الدومين اللي كانوا تنبؤوا باللي الفرق الكبيره ما دير والو في المونديال، لانه اللاعبين تاعها كانوا تحت كما يقولوا التعب كبير، لانهم لعبوا اكثر من 50 مقابله في الدوريات تاعهم، في الدوريات الكبيره مثل الدوري الايطالي، الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي. نشوفوا غير احسن لاعبين في العالم كريستيانو. اذا نو كنت تشوفوا احسن لاعب في العالم كريستيانو ما قدرش حتى يدير نو ميسي صافي دير لو تو تاع الجروب تاعو اللي خلاه بالك ينقص المردود تاعو. كي تشوف كريستيانو عنده لاعبين ممتازين في المنتخب تاعو ما غادي يدير والو، علاه تعب دار. نقول المنتخب تاعنا كان كما يقول لك صح في البدايه ما بداش بدايه مليح، اما المنتخب الكوري كان من الجانب الهجومي كان احسن بالك فريق في هذاك الدور الاول، كان يقدر يسجل 3 أهداف في الشوط الاول. صحيح. النقطه السلبيه برك هو هشاشه ما نقولش التركيبه الدفاعيه، مي لو بلوك ديفونسيف وين اونكيسينا 2 بيت كانوا قادرين يسجلون اكثر من هدفين المنتخب الكوري. الناس ما تشوفش لي زوكازيون راطي. انا نقول باللي كان ينقصنا بعض كما يقول لك بعض الحوايج، اشياء بسيطه اللي تخلي المنتخب تاعنا كما يقول لك سور صافي يقدر يسجل وما يتلقاش اهداف، يقدر كما يقول لك يدير ما نقولش لوبجيكتيف دومي فينال، مي يقدر يافونسي كون ما طحناش مع منتخب الماني قوي كما لعبنا معه. نو لوبجيكتيف دومي فينال ما قلتش ندير اوبجيكتيف دومي فينال، انا اليوم ما قلتش نقول ندير كاس العالم. نو كي اليوم قلت سمير قلت اكبر المنتخبات خرجت من الدور الاول، ولا شارج للاعبين الكبار في الدوريات المختلفه خلاتهم ما يقدموش مستوى كبير. هذا كان لفائده ربما اللاعبين اللي ما كانش عندهم ضغط كما نقولوا اللاعبين المنتخب الجزائري. شفنا منتخب كوستاريكا اللي حقق الادوار المتقدمه كان قادها حتى النصف النهائي ضربات الجزاء. اي واحد كان شكون اللي كان يراهن على منتخب كوستاريكا، لو كان نقول كوستاريكا ناخذ لي دومي فينال الناس صحيح. من نشوف على حساب واش فرزاتوا مباريات الدور الاول خروج منتخبات عملاقه على ضوء مباراه تاعنا الكبيره في 90 دقيقه من منتخب المانيا، كنا قادرين نمروا للدور الربع النهائي. لو حسبنا البيت تاع سليماني، لو كان عرفنا نجسدوا الفرص اللي اتيحت لنا في الشوط الاول كنا مرينا، كان ممكن ان نمر. ما خسرناش 7 كيما منتخب البرازيل، كان لحقنا في ربع النهائي امام منتخب فرنسا، كل شيء ممكن امام منتخب فرنسا اللي ما كانش منتخب كبير من الناحيه الفنيه. واحد نهضروا غير حاجه برك، حنا نرجعوا غير للجمهور الجزائري. لعبنا المقابله الاولى
الجمهور الجزائري كاع ما عندناش فريق، هذو ماشي لاعبين، هذو كاع هضرنا هذا لوجيك. حنا ما نعرفوش صافي نحلوا ما بين الهزيمه والفوز، حتى كي نفوزوا ما نشوفوش اخطائنا، ما نصحوش نخلوا ربحنا كما يقول لك النتيجه الايجابيه تغطي كل شيء. نو هي كونتير. نعطيك حاجه، احنا شفنا المنتخب الالماني في الدوره كومبلي واش المقابله اللي كان يلعبها يحسب دائما المقابله اللي موراها من حيث الاسترجاع من كل. انا نقول باللي المنتخب الالماني علاه ما تعبش كما المنتخبات الاخرى. انا نقول باللي الطريقه العلميه انتهجوا الطب، يكون عندهم مستوى طب عالي اللي خلى اللاعبين تاعهم يكونوا بصحه وبدني بالطريقه البدنيه اللي لعبوا بها هذيك. انا نقول باللي الطريقه العلميه والطب هو اللي كان كما يقول لك ان فاكتور كبير في اسمح لي برك تفضل. سي البلان ديفونسيف انا كان عندي توجور راي وكنت ندافع عليه 5 بيت، يعني لا ديفيرونس زيرو. هذا المونديال 7 بيت وانا انكيسي 7 بيت. مي شوف لي اسكو بيتيت لونترينور كان عنده دي زاتو ديفونسيف خلاهم في الجزائر كيما بالعمري كيما حشود كيما الشافعي. هاد اللاعبين كانوا نهضر سورتو تاع هاد لاكس الشافعي وبالعمري، اللاعبين كانوا قاعدين يمدوا لو بلوس، يعني اللاعب اللي يخرج لك بالكره يعطي ناسيونس للدفاع. المدرب شاف يعني كان عنده خيارات واحده اخرى، دا لاعبين سي فري عندهم الخبره، ولكن هل تعتقد بان هاد اللاعبين عندهم مكانتهم في الفريق الوطني؟ احنا ايضا انت صحيح تلقينا 7 اهداف لكن لعبنا مع فرق كبيره، لعبنا لاعبين تاع المستقبل. وكان المدرب اسمع لي، المدرب كان عنده 3 سنوات هنا في الجزائر ما قدرش يدير تركيبه دفاعيه. كان عنده لاعبين او جبد بالشافعي لاعبين عندهم امكانيات يقدر يطورهم كما يقول لك بلي ستاج بالمقابلات الكبار اللي لعبوهم، مقابله الوديه مع اللي لكن داهم كاس افريقيا. في كاس افريقيا دا لاعبين محليين حوالي 7 أو 8 لاعبين محليين ما كانوش، لكن بعدها استغنى عليهم. تكلم ايضا على فرحات، قال ما نقدرش ندي لاعب الى كاس العالم وهو عمره 20 سنه. دا بصح بن طالب عمره 19 سنه، لكن لا بن طالب يلعب في توتنهام. شوف يلعب لا اسمح لي، يلعب في توتنهام في اون 82 كان عندنا 7 جوار اللي فاصل المان اللي يلعبوا في البطوله الجزائريه. دحلب كان كل الامور تختلف بين 82 لا الا شوف اسمح لي، الا دوك ننطلقوا نروحوا بالمنطلق انه هذا يلعب في توتنهام يروح وهذا يلعب في البطوله الجزائريه ما يروحش، ما نزيدش ندير لي ستاج بور لي لوكو. وعلاه كان يدير لي ستاج بور لي لوكو؟ علاه كان يعاين مباريات البطوله الجزائريه؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ علاه؟ قولوا لنا يعني صراحه عندنا دي جوار بريمير كاتيجوري دي جوار دو دوزيام كاتيجوري. اعترف ان البطوله الجزائريه ضعيفه ما تكونش لي جوار ولا فوت ترجع لرؤساء الانديه وبوتات المدربين التقنيين والاتحاديه وكل شيء، يعني والحكام الناس قاعد يسالوا فيها والصحافه قاعد احنا قاعد نسالوا فيها. ولكن هذا ما يمنعش انه هذه البطوله الضعيفه فيها 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 جوار. لا بريف سليماني صافي 3 كيلعب في الدرجه الثالثه في شراقه، لعب في شباب الوزاد، راح المنتخب الوطني، المدرب دار فيه ثقه. بون سي فري اول موسم تاعو تاع الاحتراف دا خرج بارمي لي ميور جور تاع ليكيب ناسيونال. اليوم المدرب الوطني الا انت ماكش مقتنع بهاد اللاعبين المحليين ما دير لهمش دي ستاج، ما تضيع لهمش وقتهم وتضيع وقت الناس وتخلينا نحن نقتنع باللي انت ممكن تخير افضل لاعبين من البطوله. انت من جهه في كتاباتك تقول بان الفضل يعود الى الي لوزيتش في هذا التاهل الى الدور الثاني، ومن جهه الان راك تنتقد في الي لوزيتش وتنتقد في خيارات الي لوزيتش. شوف اسمح لي، يفو روندر سيزار سكي ابارتي سيزار. انا ما رانيش كي نقول لك كون جو كريتيك ما نكريتيكيش هكذا من راسي باسكو ما نحبوش. انا ما نامنش بهذا المدرب، لكن علاش ما تامنش به ولا وصلنا للدور الثاني؟ معليش خلي دقيقه، اعطيني مدرب وصلنا للدور الثاني من كاس العالم. خلي معايا، انا رايي ما نامنش به. انا نقول لك كون جي كريتيكي الي لوزيتش مديت لي زارغيمون، يعني في مواقف باينه انتقدته وعطيت المبررات. نعطيك المبررات. اليوم انت تقول لي محليه بصح دير لي ستاج، نو ندير لك ان جوار كيما جو سي با تاع نصر الدين خوالد، انك تلعبوا 2 ماتش باغ اكزومبل وتثني عليه في الرواق الايمن دون ان ماتش اوفيسيال تلعب بين جوار واحد اخر. هادو ما صراتش هادو. عندك زيماموش كان قادر يدي فرصته قبل مباراه بوركينا فاسو، لكن المدرب كان يلعب حارس مبليسي وبدون فريق. هنا يجي كريتيكي لونترينور وقتاش لعب زيماموش نهار الموس الحق الاعظم سي بون لعبوا وين مباراه فاصله نهائيه، يعني ينجز المونديال. البعض قالوا هديه مسمومه، هديه مسمومه. هذه الاخطاء اللي نعيب عليه انه ستانونترينور اللي يبانيكي ترو، يعني يبانيكي وتحس في عيون ماهوش قادر ربما يجي لي سيتياسيون تاع اون كريز ولا حتى كي يكون متفوق. احب بس نقول لك انا اسمح لي قلت لك تفضل روندر سيزار سكي ابارتيني سيزار. انايا مانيش سلبي يعني الاكستريم مانيش ايجابي هكذا ولا نشيت لاي واحد. لونترينور ناسيونال فيه عند العيوب بزاف، ولكن الذاكره الكرويه تحتفظ ان جزنا معاه للدوزيام تور. بيان سور لو كان ما جزناش معاه للدوزيام تور وتليمينينا كنت انا واحد الاول اللي نكريتيكي لو بريمي ماتش برك تاع لا بلجيك. لو بريمي ماتش باسكو خافوا نو لو بريمي ماتش ابري بريمي ماتش اعطيني
الصحافه واش هضرت واعطيني الجمهور الرياضي واش هضر. لكن سامر هو راه يقول بانه شفت في عيني خايف، شفتو ما قدرش يسير المباريات، لكن شفنا احنا مدرب واقف، شفنا يقوم بتغييرات، شفنا فاز على كوريا ب4 أهداف، شفنا فريق يسجل يلعب لعب جميل. يعني ما لازمش ثاني ننكروا. هو ما نكرش الجميل، قال لك باللي تمرك عليه لا كاليفيكاسيون هذه مي عنده سلبيات كثيره. ما كانش محترم الناس هنا في الجزائر، يهضر بزاف. كي تجيب لنا كوب دافريك كوب دي موند اهدر، ما جاب. احنا انا بور موا واش اهلنا انا بور موا لا كاليفيكاسيون صح تمرك عليه بصح 80% مستوى 6 لاعبين حتى 7 لاعبين في المنتخب هو اللي عطى هذاك المنتخب باه يتاهل. وتاهلنا انا كنا نقولوا فيها قبيل لازم ما تغطيش نقاط الضعف تاعنا. نرجعوا للمقابله الثانيه تاع كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه سجلنا 4 أهداف هكذا، تلاقينا هدفين. صحيح. عاود شوف مقابله كنا قاعدين نتلاقوا اكثر من 5 أهداف من الغلطات اللي كانوا كاينين امام المنتخب الروسي. سجلنا هدف 2 مرات حنا نسلكم لوكاو ولا حين كنت مدرب هنايا. لكن اعطيني ما تقوليش لكن لما نفوزوا تغطى كل شيء. لما نفوزوا نقولوا اللاعبين عندنا 7 لاعبين ملاح، ولما نخسروا نقولوا المدرب ماشي. لا شوف لما نفوزوا صافي دير تغطى كاع يغطى ضعف. انا نقول انا ما قلتلكش مدرب ماهوش مليح، قلت لك كان يتجاوز حدوده. اسمعني انا المدرب هذا انا نقولها ونتحمل مسؤوليتي في الكلام تاعي، نقولها وانا عنده 3 سنوات ما خلاناش فريق، ما قدرش يكون فريق. كيفاش ما قدرش يكون؟ اعطيني تشكيله المنتخبات، اعطيني تشكيله، اعطيني هذا ماشي رايي انا نمثل راي لا انا راينا الناس نعطيك. شوف نقول لك نبداو باش نتفقوا على قواعد. اهلنا الدور الثاني اللي ميريتي يولي ليه الزهر، ماشي زهر دعوا الوالدين ما يهمنيش. انا ليا جاز دوزيامتو اللي ميريتي يولي ليه. نحي لو ميريت هذايا 3 سنين ما درناش اون سيتولار، 3 سنين ما درناش اون سيتولار، 3 سنين هنايا ما عندناش يعني لاعبين من البطوله المحليه اللي مدهم هو مدنا اساس مالي. كان يقوم بتغييرات ايجابيه لما جرب 7 أو 8 لاعبين محليين، لقى بلي هذا اللاعبين ما قدموش الاضافه، اسحبهم وجاب لاعبين اخرين. اعطيني ما نروحوش للاعبين المحليين، اعطيني التغييرات تاعو في كاس العالم. اسكو كانت تكتيكيه او انا نسميها تجاريه مش تكتيكيه. كيفاش تجاريه؟ انا نقول باللي عنده 3 أو 4 لاعبين يتعامل معهم كما نقول لك بون بواط يدخل فيها هو، ونقولها ونتحمل مسؤوليتي لانه ما نقول اسونسيتي لاسماء اللاعبين. انا نقول باللي لو جو اللي بان في المونديال انه يكون عنده اتصالات من انديه كبيره فيها دراهم فيها بيزنس، والي لوزيتش هو اللي راهو يسوق ربما لاعبين تاع بعض اللاعبين. يعني تتهم المدرب بانه كانت باينه هذه في لي شونجمون، كانت باينه تاع كيف نعطيك حاجه ابراهيمي ما تلعبوش. لعبوا لعبوا نهار تلعبوا انت اي تدي ضربه الاولى قبل ما تدي ضربه الاولى لعبوا نهار بلجيكا يلعب ابراهيمي لانه عندهم دفاع ثقيل وعندهم لاعبين طوال القامه، هو تقنيه يعرف يلعب كما يقول لك برجليه، يعرف يدير لي ديبونو، يعرف يدير لا بينيتراسيون. هذاك تلعبوا انا ما ندخلش التقنيه تاعو، مي التغييرات تاعو والله ما كانت تغييرات تقنيه، كانت تغييرات تجاريه ونجحت كانها تجاريه، نجحت حتى في النتائج. وكيفاش تغييرات تجاريه؟ يعني هذا مدرب يغامر بنفسه، يغامر باسمه، يغامر ببلد اسمه الجزائر من اجل تغييرات تجاريه، هل هذا كلام معقول وحيد؟ ممكن هو كلام، انا ما عنديش معطيات وسامر ادرى مني، انا ما نستبعدش حاجه كيما هذه، لكن ما عنديش معطيات ما نقدرش نتحدث لك فيها. واش نقدر نقول لك انه مدرب سي فري مدرب هدايا ما نردوش ان كابيلو، ما نردوش ان كابيلو. لو ميريتي يولي الجزائر هو قال بانه ما كاش مدرب اقوى مني تكتيكيا في اخر تصريحات. لا هو اللي يقول فوالا. لكن لما يقول ما كاش مدرب كيما هو علاش؟ شوف رئيس الاتحاد طلب منه البقاء، الوزير الاول سلا طلب منه البقاء، حتى رئيس الجمهوريه طلب منه البقاء، الجمهور الجزائري يحبه يا اخي. كيفاش تقولوا الان بانه هذا ماشي مدرب، هذا ما جابلناش، هذا ما خدمش فريق، هذا ما معليش هذا كلام انا 3 سنين عندنا 3 سنين احنا. اعطيني تشكيله تاع المنتخب، اعطيني التشكيله اللي لعبت في كاس العالم الاخيره لعبت 4 تشكيلات لعبنا بهم، تشكيله واحده. لكن سامر كيفاش ترد على هذا الجمهور اللي راه يطالب ببقاء؟ انا هذا المدرب نحي له 5 لاعبين هذو اللي جاوا المستوى. انا قلت لك المستوى تاع فغولي، مستوى تاع ابراهيمي بن طالب، المستوى تاع سليماني فاني. سليمان نرجعوا انا قبل ما نروح مدرب نرجعوا لسليماني برك ماشي نديفوندي عليه ونقولها مقابلات الناس ما طاحتش عليه. صحيح صح ما فاني. كاين الصحافه وكاين التقنيه الجزائريه ما يعرفوش يوصلوا، ما نقولش ما يعرفوش، ما يعرفوش يفهموا هذا الجمهور الرياضي اللي انا نقول باللي ماشي كاع الناس يعرفوا الفوتبول، كاين اللي يعرف كاين اللي ما يعرفش. سليماني عنده قوه تاعو او لعبنا في الشامبيونات الضربات الراسيه، وعنده توغل، عنده لا فيتاس، رجليه كبار يجي. ما يقدرش سليماني يكون ريميزور، ما يقدرش يلعب مع ابراهيمي قال ان دو تروا، ماهوش تكنيسيان رجليه، ما يقدرش يلعب بها رجليه. لو بوفور تاعو استغليناه في 2 من بال من عند مجاني سجل بها،
وين بال رايتي اللي كلفنا بها مع لا روسيا. هذا هو حنا طحنا عليه ما يعرفش بصح عنده لي بوان فور تاعو، كان يلعبوا على جال هذو لي بوان فور تاعو استغلينا تاعو. حنا نرجعوا للمدرب اللي هضرت عليه انت، المدرب ما قلتش ما خدمش، خدم كوتي ديسيبلين ما شاء الله. اللعب الهجومي ايضا المنتخب الوطني يفرض عليه انك عندك لاعبين عندهم. لكن انا علاش ما شفناش سعدان يلعب لعب هجومي؟ لا حبس هنا راك غلط. حبس نهضر معاك. لا تكومبار سعدان ولا لوزيد نحبسك هنايا. سعدان كيحكم الفريق الوطني لازم يكون عندكم لي دوني، يكون عندكم ذاكره قويه كما قال لك سمير. كي نربح نشوف لي لاكون تاعي وكي نخسر نشوف الايجابيات اللي كانوا عندي، ما نحبش عندي ريزولتا. لا معروف بالدفاع. نقول لك على سعدان ما كانش عنده لا كاليتي دي جو اللي عنده الي لوزيد دوكا. جو ريغريت فيني ما عندوش نفس. لا كان عندنا فريق. لا ما عندكش كان عندك غزال ما سجلش 3 سنين والصحافه قاعد تهكمت عليه. كان عندك بون زيادة بدات لابيس تاعنا زياده هذاك لي جوار كي فولا ليترونجي. كان عندك شكون بوغرا عطيني ممكن يلعب، اعطيني عطيه ما عندناش. كان بالحاج ما كانش عندنا هاد لاكاليتي نعلو بليس، ما كانش عندنا هاد لاكاليتي تاع لي جوار. ما عندكش في غولي ما عندكش واسمه براهيمي، ما عندكش بن طالب ديجا في توتنهام. زين نسمي لك لي جوار. ما عندكش غلام يلعب في نابولي. يعني في رايك سعدان كان مفروض عليه اللعب الدفاعي؟ سعدان كيحكم المنتخب الوطني باللي ديفو اللي فيه. سعدان عاقل وكلش، ربما ناقصته لا ديسيبلين هذيك بزاف جو ريكوني، مي في راسو تكتيكمون خير من الناس كامل. اسمح لي جو ريغريت خير من الناس كامل. نقول مدرب يبني الدفاع الدفاع ويلعب على الكرات الثابته. اوكي معليش موراه هل يحكم المنتخب يعني اذا كان عندك ذاكره. لا الناس عندها هذا نمثل الراي الاخر. هذا ماشي الراي الاخر. نهضر مع الراي الاخر. دوك نهضر مع الراي هذا ليس نهضر مع الراي الاخر. انا احترم المدرب خلاص سعدان. معليش نحترموا كاع المدربين. يا با بروبليم. بصح انا كي نهضر لك 1 بلس 2. سعدان كيحكم المنتخب. ما تنساوش بلي كان المنتخب ما راحش لا كوب دافريك 2006 2008. ما تنساوش هذه. علي لوزيتش يحكم المنتخب مونديالي. سعدان كيدير لي ستاج في لي زوتيل. لا علي لوزيتش ما حكمش منتخب مونديالي، حكم منتخب مقصى من كاس افريقيا. ما رحناش لكاس افريقيا. معليش خليني نهضر معك. تفضل. راني نفرق انا يعني. اسمح لي اذا كاين مونديال شاك 2 زون قول لي انا ما على باليش. اخر مونديال اللي لعبناه وقتاش؟ 2010 كي ما رحناش بعدها. ما اسمح لي نهضر. اخر مونديال اللي لعبناه وتعرضنا لهزيمه 4-0. اخر مونديال اللي لعبناه وقتاش؟ 2010. اوكي 2010 سما اخر مونديال كنا فيه. انا منتخب مونديالي. الا مانيش غلط قولوا لي. لا غلط. تفضل. لا واصل. سي منتخب مونديالي. كوبي لك هذه برك معليش. دوكا دونكا شد المنتخب البرازيلي يكاليفيهم في 2018. يقول لهم كاليفيكم 2018 يحسبوش الكاليفيكاسيون. لكن البرازيل ما لازمش قانون بالجزائر. البرازيل خاسر ب7 الماتش اللي فات. يقولوا انا سمحوا لي انا خسرت 1-0 مع المانيا. لكن انت لو تحدثنا على سعدان. الواقعيه. تحدثنا على سعدان. الواقعيه في سمير كمل هذه. سمير كمل معليش. سعدان نكمل لك باش ما تحرجش عليا. بورا اليفي. الواقعيه قلت في لي ديفو. انا قلت لك ما نخبيش. انا ما ندافعش واحد او ترونس كامل. ندافع عليه ولا عنده دي لاكون نقول لك غلط في هذه بطل. ما عنديش احراج. واحد ما نحبوش ما نامنش به انايا. عنده ايجابيات نقولهم ماهوش عيب. سعدان حكم المنتخب يرشح لكم دافريك 2 فوا 2 ايديسيون سي سا. كان عنده منتخب ما عندوش لا كاليتي دي جور اللي عنده علي لوزيتش دوكا. ما كانش عندنا سونت تاع سيدي موسى جاهز. ما كانش عندنا الامكانيات الماديه اللي عندها. لا كانت الامكانيات الماديه ماشي نفس الامكانيات اللي كاين كانوا يتنقلوا بالهليكوبتر في تربصات في سويسرا. كي كاليفينا كوب دي موند. كي تكاليفينا هذاك من التربريز لنا وطلعوا لا فيدراسيون ولا تمد مساعدات ماليه للدول الافريقيه. خلونا ما عندناش هذو كامل. راح للمونديال وراح لا كوب دافريك ابري 2 ما رحناش. كانت كلاسا كاتريام احسن نتيجه في المنتخب الجزائري منذ 90 في لا كوب دافريك. وسي فري سيتي مشوار متواضع في المونديال 2010 اللي كان عندنا 24 ما رحناش المونديال. اوكي اليوم علي لوزيتش عندهم لاعبين افضل، عنده امكانيات كبيره، عنده طاقم طبي رائع، عنده لاعب احسن من افضل مستوى وحكم منتخب مونديالي. ما تنساش منتخب مونديالي مور لا كوب دافريك تاع 2012 تقول بلي حنا ما رحناش ليها. كي راح 2013 خرج من الدور الاول. ما تنساوش هذه. ولات لا فيدراسيون رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الله يبارك عليه يكتب في السيت لا فيدراسيون درنا 500 باس شبهونا ببرشلونه نلعبوا بالعرض. المنتخب الوطني ولا يلعب بالعرض ولينا نثمنوا في اللعب تاع علي لوزيتش. وراو الاول اللي دافع على لوزيتش هو واليوم ابري المونديال هو اللي ينتقد فيه. المنتخب الجزائري سنعود الى روراو ورايه في الي لوزيتش باش نقول لك الفرق بين الي لوزيتش وما كاش لا مجال للمقارنه. وما تنساش في لاكوب يعني في رايك سعدان افضل بمراحل من الي لوزيتش. معليش في لاكوب دافريك تاع 2010 ما تنساش بلي الي لوزيتش في لاكوب دافريك تاع 2010 كان عنده منتخب ايفواري
من افضل المنتخبات الافريقيه 2 ابري سي نوترينور لوكال ايفواريان اللي حققوا لا فينال. علي لوزيتش خسر في كارد فينال مع المنتخب الجزائري اللي هو اللي ما كان عنده ربح سعدان، وهنا الحديث قياس جاب ربي. سامر لو نعود لك الحقبه ربح سعدان ونسالك، علي لوزيتش قال بانه لما جيت الجزائر لقيت منتخب الجزائر كان لا شيء، هل صحيح انتم كنتوا لا شيء مع المدرب ربح سعدان؟ احنا ما نقدرش نعرفوا الكره. شنو نقول لك كلامه، انا قلت لك ما يعرفش يهضر، ما يعرفش يتكلم. ما حتى الانتقادات تاعو ماهمش بناءه، ينتقد لاجل الانتقاد ولا لاجل نقول رفع السمعه تاعو ولا. المدرب كون جات عنده مبادئ كان ما يروحش كاس العالم، واش صاروا مشاكل مع الاتحاديه ولا قبل كان ثم يستقيل، لا كان قال مش يستغل كاس العالم للشهره ويطلع من القيمه تاعو، حتى نسى المنتخب النتائج المنتخب على حساب النتائج تاع المنتخب الوطني. نرجعوا ليه قال لا مش قال باللي المنتخب لا شيء. المنتخب لا شيء كما قالوا فاز عليه في 2010. منتخب لا شيء قدر يأهل الجزائر 24 سنه المونديال. منتخب لا شيء كلاس في الترتيب الرابع افريقيا. انا نقول باللي لا هو قال ما قنعوش مدرب، انا المدرب هذا ما نقولش ما قنعنيش. المدرب ضيعنا معه 3 سنوات. هذا المدرب ضيعنا 3 سنوات. لكن سامر الان الشعب ما يعرفش، المحللين ما يعرفوش، كل الناس تشيد به. مورينيو يقول بانه مدرب كبير. انا سمير زاوي مورينيو حب بين قوسين الناس يقول لك الناس كاينه راهي تعطي اراء على حسب النتيجه، على حسب النتيجه. مورينيو اخي باش يقال على المنتخب الوطني اللي ما يجوش بعد الدار كيجزنا على ضوء الاداء، على ضوء الاداء. ماهوش مقياس هذا مورينيو، ماهوش انا عندي ماهوش مقياس على حسب الاداء. يجي كوب دي موند يقول لك مدرب مليح. حتى التقنيين شفناهم يعني في كل ربوع المعموره اشادوا بالقوه التكتيكيه اللي على لوزيتش، اشادوا بالقوه التكتيكيه. انا تكتيك ما نقدرش نعطي لك بصح بور موا القوه التكتيكيه هذه يعطيني. هو قال لك بانه ربح لقاءات لانه قوي تكتيكيا، لانه عرف، لانه ريح يدرس في المنافسين وعرف يحط الخطه اللازمه لايقاف المنافسين. حبس نرجع مقابله روسيا، دار فيها تعادل 1-1. تعادل كره ثابته هذه تكتيكيه هذه. انتم ثاني كنتوا تسجلوا بالكره الثابته يا سامر، ثم 4 سنوات وانتم تسجلوا بالكره الثابته. انا مانيش هنا باني نحس في المنتخب الوطني، انا مناصر المنتخب الوطني. انا ما تقوليش احنا كنا، انا مناصر. واش الكره الثابته، الكره الثابته الانجليز يعتبروها انصاف و4 اهداف. انا هدف لهدف مع المنتخب الروسي، كنا قاعدين نهز من المنتخب الروسي، ما كناش كاليفو بالتكتيك. واش من التكتيك تاعو؟ اعطيني التكتيك، لا دار تغييرات ولا دار استراتيجيه ربحنا بها. لو تقارني بينه وبين مدرب سعدان سامر، انا ما تعاملتش معاه، مي دابري واش شفت كوتي ديسيبلين اللي حتى معكم انتم صحافه والاتحاديه ما خلاهمش يدخلوا في الصلاحيات تاعو كذا. انا نقول بالنسبه لك من الجانب هذا، بصح من الجانب الميداني صح الميدان سعدان احسن منه. سعدان احسن منه. بمناسبه الحديث عن سعدان كان يلعب تشكيله لما بقى شهرين المونديال، جاب لاعبين عمرهم ما شاركوا في كاس العالم وجابهم، وابعد جماعه زاوي، جماعه رحو، هذو لاعبين شاركوا معه في التصفيات. هل مدرب يعني محترف يقوم بهذا التصرف؟ كاع المدربين كاع، مام هذا المدرب ثاني بعد خوالد وبعد شوف كاع المدرب. لكن هذا خطا. هي الاستنجاد بلاعبين اقوياء جزائريين مانيش كونتر، بصح ما نحيش الطريقه اللي نحى سعدان بها زاوي ورحو وجماعه كانت طريقه خاطئه وغير لبقه. ما خداش ديسيزيون ريفليشي. مور الماتش تاع لا سيربي 3-0 باش يمتص غضب من الشارع اللي خسرنا 3-0. الناس كاع بدات تهضر شويه، بتات عنده لابي تاع البريزون فيديراسيون قال اليوم نضحي بهذا لي جوار لوكو كومسي. عطاو يعني انا جيتي كونتر هذه العقليه. سوقنا صوره للناس الجمهور الجزائري اللي لو مال في اللاعب الجزائري المحلي. فوالا انا نحينا هذو من المحليين وندوا لي جوار كي فولو ليترونجي. هذا كان خطا كبير اللي ارتكبوه سعدان، جو بونس حتى اللي يكون ربما ندم عليه، لانه عطى فرصه للاعبين يروح المونديال بلاص زاوي اللي المعركه دارها كامل. ما عندي حاجه لعب في ادغال افريقيا وبعدين يسيب، ما عنديش حاجه باش تديو اللاعب باسكو اسمح لي السي في تاعو يلعب في ليترونجي كيما حبيب بالعيد. انا ما نعرفوش كشخص، مي حبيب بالعيد راح للمونديال، اسمح لي في المنام ما يعاودش يشوفها. يعني من العقل كان تولي 1000 مره ما ديرش هذا الخطا. سمير زاوي ما راحش المونديال، ولا سليمان الله يرحمه ما يروحش المونديال. هذا الخطا اللي ارتكبه سعدان. عدا ذلك الفرق بينه وبين علي لوزيتش انه هذا علي لوزيتش اللي كثر خيره دزنا الدوزيام تور معاه، سي نونترينور اللي يحب يعيش في المشاكل، يكري توجور مشاكل باش يخلي الضوء مسلط عليه. عنده بروبليم مع البريزون فيدراسيون، عنده بروبليم مع لا بريس، بروبليم مع لي جوار، بروبليم مع الستاف تكنيك تاعو كلش. هاد المشاكل عاش فيهم حياته كامل، وقعد البريزون دو فيدراسيون يغطي عليه
طول هذه المده هو متاكد انه مدرب ضعيف. نسالك سؤال، نعطيك سؤال، نعطيك سؤال لانه كان يغطي عليه. نعطيك يحمل سؤال. مسؤوليه كبيره رئيس الاتحاديه، ناقص الدار على علي لوزيتش كي ولا عنده بروبليم بيرسونيل معاه، كي عنده خلاف شخصي مع علي لوزيتش اللي يرد له في الصحافه المحليه الجزائريه والاجنبيه. من هذا المنطلق ولا حب ينحيه، اللي قال له انا لست خروفا في بمناسبه هذا التصريح تاع انا لست خروفا سمير، البعض يقول بانه المدرب الوطني دائما تكون عليه ضغوطات. شفنا علي لوزيتش كان صارم، قال لهم انا لست خروفا، انا من كل واحد عنده لي شوشو تاعي، قال لهم انا ثاني عندي لي شوشو تاعي. هل انت مثلا في وقت سعدان كنتوا تحسوا بلي كان ضغوطات على الناخب الوطني في تحديد مثلا التشكيله؟ بيان سور سورتو كي لحقت لافاس على كوب دي موند، كنا عارفين باللي يكون كاين ضغوطات عليه. هذه نجلس فيها 23 وكانت واحد 40 جوار، وكما قال لك كان لو ماتش تاع لا سيربي وين زاد كما يقول لك لا ديفات هذيك وين زاد ضغط كبير عليه، وكان ضحى باللاعبين المحليين. علاه؟ باسكو اللاعب المحلي ما عندوش ريكلاماسيون، ما يقدرش يدير ريكلاماسيون باسكو علاه كل من الخطا جاي يعيط لك ما تجيش تسبونديك لا فيدراسيون. هذا تكون دائما في نقطه ضعف. بيان سور. نرجع لغير واحد المحور هضرتوا عليه. لونتينور لاكس تاعنا وحيد علاه ما يستعرفش. نعطيك غير ان اكزومبل برك لا كوب دافريك اللي فاتت، كاين كيلكو جوار كيتاو لا بريباراسيون فيزيك تاعو هي اللي كانت سبب انه كانوا يداروا زادوا شارجاو فوق الحد وين كانوا الجوار اوزي شغل خلاص ما يقدروش يلعبوا. على ما استعرفش قال باللي غلط. هذه المره هذه كاين لاعب صراح قال باللي ما نقدرش نخدموا هذه، انا نلعب 45 ماتش ولا لاعب قال لهم اذا تعب يرفد يعني الحقائب تاعو ويرحل، ما عنديش مشكله. احسن لاعبين شو اللي كان ضحي واحد كيما فوغولي انت. فوغولي ما كانش كلام من راسه، فوغولي عنده ديبريباتور فيزيك تاعو. واش رايك في ابعاده للركائز ايضا، ابعاده كريم زياني، نذير بالحاج، يعني جاء يعني مدرب في صرامه كبيره يعني من هذا المدرب، قدر يبعد هذا الركائز وما حدث له حتى مشكل داخل الفوج. ما قدرش يكون حتى. لكن انتم في وقتكم كانت مشاكل داخل الفوج. مشاكل كنا نقراو يعني في الصحافه يقولوا ليكرو، يقولوا المشي يضرب قوي فرشيطه. هذه تعقل هذه. لا هما الناس هبطت المستوى هذه، احنا نهبطوا لاعبين المستوى هذه ما نحكوش عليها. انا لكن يقولوا قبل مباراه انجلترا صارت عده امور. لا انا في المونديال ما كنتش معاهم، بصح داخل ال7 سنين ولا 4 سنين اللي كنت مع سعدان نقول لك جامي صار مشاكل. صار مشكل مش مشكل واحد، انه الموشيه راح لسعدان نهار اللي راح يلعبوا مع لو مالي قال له كون ثقت فيا الماتش الملاوي نقدر نلعب المالي. قال له ماشي دوكا انت خسرت 3-0 باسي دوكا 3-0 هاي جروند بريسيون طبعني في الشوط. هذا ما صرا. هذه هي الموشيه، هذه هي اللي خلاه سعدان يقول له خذ الامتياز تاعك وقادر الجزائر. مع هذا المشكل ما كانش حاجه خطيره. وشوف داخل المعسكرات ديما يكون تجاوز بين اللاعبين، انطاك الخشين مع الجوار يدبزوا صريف. مام في هذا يكونوا كاينين صحيح. بصح تقول لي كانت الناس تقول لك مال بلا راعي ما كاش منها. يعني نقول لك اذا كانت مال بلا راعي كانوا مصر يضربنا ب8 ماشي رفيق لو نعود لك المسؤوليه اللي يتحملها رئيس الاتحاديه، هل رئيس الاتحاديه فعل حاجه مليحه لما ترك علي لوزيتش يرحل؟ كان ايضا وجد له العقد، قال له امضي معنا الى 2018، كان حاب يشده يعني، كان مقتنع بالعمل تاعو. والله انا مانيش مقتنع برئيس الاتحاديه، مقتنع بهذا المدرب. رئيس الاتحاديه ماذا عرض عليه التجديد اذا؟ ما عرض عليه كيما انا ما نطيقش في العرض هذا، عرض جو سي با جوست يدير الرماد في عيون الناس كيما اللي حتى اليوم ما وراناش العقد تاعو. صارت في بوليميك كبيره على اسكو نروحوا للديمي فينال كوب دي موند، كارت فينال ولا دوزيام تور لا كوب دافريك. اليوم لا بريزون فيدراسيون اليوم ما وراناش العقد هذا، خلى لا بوليميك تمشي. رئيس الاتحاديه كان حاب ينحي علي لوزيتش، حاب ينحيه من ضربه الخلاف تاع قصه خروف وكلش، حاب ينحيه، دافع عليه مولا كوب دافريك باسكو هو كان مقتنع به. كي صار خلاف بينه وبين هذا المدرب حاب ينحيه، لانه رئيس الاتحاديه ما يحبش واحد يرد له الكلام، ما يحبش واحد يقول له لا، ما يحبش واحد. المهم ليسونسي واحد مدرب رئيس الاتحاديه ديكتاتور، حبيت تقول ديكتاتور كي سميه كيما حبيت. انا نقول لك ما يحبش واحد يرد له الكلام، حبيت تسميه ديكتاتور سميه ديكتاتور، ما يا با بروبليم. مي سي ان تيب اللي ولا عنده خلاف مع علي لوزيتش. كي علي لوزيتش انتفض وقال له ما تدخلش راك في خدمتي، من هذا البرانسيب ما حبش يرونوا له. واليوم للان لا بروف انه ما يوجد له عقد 2018 ويجيب له اونترينور يديه مع البريزيد يعين المنتخب الوطني. يعني شيطان يا جماعه. ما هذا اسمحوا لي بور لو تاب، لازم نكون ساذج باش نعمل لا فيرسيون تاع رئيس الاتحاديه. موضه وشعب تاع سيرتان بريس تاعنا واصحابي وزملائي انه من المونديال يعني طاحوا اوسونسيتيك على علي لوزيتش. لو كان عن قناعه با بروبليم
وحيد ديرون لو اسمح لي سمير، ديرون لو مونديال انفورماسيون ما كانت عندك تتسرب من المحيط المنتخب الوطني. بعد لو مونديال كي صار خلاف يعني امطار تاع معلومات طاحت على اليوزيش ولا ديمون. هذا سي لو بريزونت فيدراسيون اللي يمانيبيلي في الناس. انا اسمح لي يعني انت تقصد هو يقصد سمير بانه رئيس الاتحاديه يسير في الصحفيين، هذا كلام خطير. واحد يسير في بعض الصحفيين، باش يسير في بعض الصحفيين، يسير في بعض مسؤوليه هذا مسؤوليته هو المشكل. يسير في بعض الصحفيين ما عنديش انا شغل ليك انت راني نقول لك سكري سوني با ان سكري. كي تقرا تفهم. اسمح لي غير الساذج والغبي اللي ما يقرا اللي ما يفهمش. انا عندي كارير في الصحافه، عندي 18 سنه بوتاس في الصحافه، كي نقرا نفهم منين جات الانفورماسيون. جو ريغريت اليوم انا في ديرو لا كوب دي موند انفورماسيون بعد المنتخب الوطني. اليوم ابري لا كوب دي موند كي صارت لا بوليميك علي لوزيتش رفض عرض رئيس الجمهوريه ورئيس الاتحاد كان دالو اونطرينور للبرازيل، وكلنا على بالنا بلي كاين خلاف بيناتهم. اليوم يبان هذا علي لوزيتش ديمون. نقول لك علاه يبان ماشي مليح، وبعض الصحافه تكتب باعاز من رئيس الاتحاديه. لماذا؟ لانه لو يفشل غوركي في مهمته الجمهور الجزائري سينتقد من؟ سينتقد رئيس الاتحاديه، سيقول انت رئيس الاتحاديه لم تجدد عقد علي لوزيتش وجبت المدرب ديتو مع البرازيل باش تبوسيه لا صورتي. وش يقولوا كذلك في جالك يا راوراوا انه علي لوزيتش رفض عرض رئيس الجمهوريه انه انت اهنته عندما ديت له كيف للمونديال. رئيس الاتحاديه يستبق الاحداث. واش يدير؟ سمحوا لي يسود صوره علي لوزيتش للجمهور الرياضي الجزائري عن طريق الصحافه. يردوا اليوم نشوفوا كي نقولوا الحمد لله سلكنا راهم هذا علي لوزيتش. لماذا؟ لانه ديسي كلكو سيمان لا كلكو موا الا ما رحناش لا كوب دي موند يقول لهم سي فري ما رحناش، ما يلوموش، يقول مام علي كان قعد وكان خسرنا. هذه هي الاستراتيجيه اللي انا مقتنع بها ونتحمل مسؤوليتها. ما يجيش اليوم انا راوا اليوم يقول لي بيضاء غدو كحله ونكتب كيما حبوا جو ريغريت في لي موند. مانيش هكذا. اذا على راي الصحفي رفيق وحيد الذي يقول الا الغبي والساذج فقط من لا يلاحظ بان رئيس الاتحاديه يسير في بعض الصحفيين. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامج آراء رياضية الذي نستضيف فيه صحفي الخبر رفيق وحيد وأيضا اللاعب الدولي السابق ولاعب جمعية شلف سمير زاوي. سمير راك موافق الكلام اللي راه يقول فيه؟ قال لك رفيق بأنه إلا الساذج والغبي هو اللي ما يلاحظش بأنه رئيس الاتحادية ويسير في الصحفيين من أجل تسويد صورة فايدا لروزيتش. والله ما دوكا واش نقول لك، انني لاعب في جمعيه شرف، اني مرتبط كما نقول لك الوثيقه هذه تروح الاتحاديه وكذا. شوف الامور هذه انا نهضر على الاتحاديه نهضر من جانب، نقدر نستخلص باسكو نعرف الاتحاديه واش تخمم. الاتحاديه الجزائريه عندها بلانينغ، عندها دي زوبجيكتيف مش تاع عامين، عندها تاع 5 سنين 6 سنين. هذه الايجابيه اللي فيها والله نقولها ونهضرها، انا حاجه سلبيه نقولها، هذه ايجابيه فيها. واش راهم يخموا الاتحاديه؟ انهم يخموا يبنوا المدى البعيد. كون صابوا واحد صحصح المدرب المناسب اللي يقدر يمشي الفريق حتى ل 2018 والله ما يسمحوا فيه. لو كان يطولوا بترول يطولوا بير في حسين مسعود نعطيك على نهضر لك المنطق. ماهوش راجل مناسب. كان فيه غير 50% كان رئيس الاتحاديه والله ما يخليش يروح، مش يدير رئيس يهبطوا للصحراء يقولوا خير بلاصه دير فيها. نهضروا لوجيك، لانه كره القدم متنافس الوحيد الشعب هذا اللي راه كما يقول لك افراحه فيها. انا نقول باللي الاتحاديه نعطيها كما يقول لك 10 على 10 كي نحت المدرب مش نكرهه. انا كسمير زاوي شفت باللي 3 سنين ما قدر يدير لنا والو، ما بناش فريق. عندنا لاعبين كبار في المنتخب، عندنا لاعبين فرق. سمير اسمح لي نقول الفرق ما عنديش معك سي فري. انا قلت لك خير المدرب ما نمش به وقلت لك لو ميريت يدو كي جا دوزيام تور، انا متفقين عليها. صحيح. انا ما نشكرش رئيس الاتحاديه اللي نحاه، باسكو لو كان نحاه عن قناعه راني معك سمير. نحاه لانه عنده خلاف شخصي معاه. ما هو الخلاف الشخصي؟ ما هو الخلاف الشخصي؟ الخلاف الشخصي انه انا نعاود نقولها، الخلاف الشخصي انه علي لوزيتش يعني اهان راو بطريقه غير مباشره في الصحافه العالميه عندما قال انا ماشي خروف ولا ماشي من المدربين اللي يسيرهم يعني من المسؤولين تاعهم. هذا عنده بورتي بريجيديس. هل هذه عنده الحق المدرب؟ ما يسحقش واحد يتدخل في صلاحياته، عنده الحق. عنده الحق، ما قلتلكش ما عندوش الحق. المشكل في رئيس الاتحاديه اللي ما يتقبلش من مثل هذا الكلام. انت تعتقد انه رئيس الاتحاديه انت يتدخل في صلاحيات المدرب؟ احنا شفنا شهادات من صحفيين قال لك حتى المدرب علي لوزيتش لما كان يقوم بالتغييرات وراوا جالس في المدرجات يقوم يغادر الميدان، يعني حتى في بعض الاحيان غير موافق على شهادات شكون يعني بعض الصحفيين اللي كانوا في البرازيل. قال لك معنا يعني واش وهذا الصحفيين واش داروا في بالهم؟ يعني راهو يهبط لتحت يقول له دير لو شونجمون. يعني صافي دير اسكو سي اون بروف كي دار ان شونجمون راهو ما كانش في الميدان ولا غادر انه زعف يعني يعيط له في التليفون. نو سمحوا لي مانيش نقول لك اليوم انه لدرجه انه راهو
يدير له لو شونجمون ولا يدير له ليفيكتيف. بصح هذا لا يمنع انه يقدر يضغط عليه باش يدخل فلان ولا لاعب فلاني. هذه تصرى. وما دام هذا حنا سمعنا في الدوزيام ماتش باللي صارت ضغوطات كبيره على على المدرب علي دوزيتش باش يغير التشكيله ويقحم فلان وينحي فلان. ربما جو سي با ولا يعني باش ما ناكدلكش انا نقول لك بلي راه هذا ليكيب ما ناكدلكش ما كنتش معاهم. لكن واش الحاجه اللي سمعت بها باللي انه سليماني انتقدوه كامل الناس وما كانوش حابينه يلعب، وسمعت باللي فرض سليماني وسليماني لعب لو دوزيام ماتش. يعني نقول لك ماذا سمعت ولست متاكدا من هذا. خلينا نسالوا سمير زاوي اللي كان في يعني في هذا القالب مع المنتخب الوطني. هل حسيتوا بان رئيس الاتحاد يحاول يتدخل يعني في صلاحيات، او هل شفنا رؤساء اتحاديات وحتى رؤساء دول يمدوا ارائهم في المنتخب؟ هل عيب انه رئيس الاتحاد يمد رايه؟ نكذبوا ولا نقولوا صح؟ انا الحقيقه انا في شهر رمضان انا ملي كنت منتخب جامي شفت رئيس الاتحاديه يدخل غرف الملابس والله في لي رينيون يدير دي رينيون ابري الماتش ولا بالك يتلاقى مع المدرب قبل الماتش. بصح في لي رينيون تكنيك ولا في الاخر جامي كان رئيس الاتحاديه يدخل. كان عاطي الله اعلم عاطي الحريه التامه للناخب. انت قلت باللي كانت المدرب هذاك ماشي تقدر تدافع عليه، عندك الحق باسكو كاليفانا ماشي ندافع عليه، انا نقول في الراي الاخر فقط. ما يخوفوكش على الفيسبوك والله نو الا كانوا هما يدونا الكوتي يدونا الواد يقولوا فيسبوك الراي الاخر. اسمح لي سامي خليك تكمل. كي راح سعدنا لاكوب دي مود الناس قاعد تشيد به، درنا ماتش مع لا تنزانيا الناس كريتيكي فيه. نهضروا حاجه نهضروا لازم ما نروحوش غلطه تاع 82 هذيك من 82 حنا راكدين في 82 حتى قريب متنا كاع ما شفناش كيف كوب دي مون. نهضروا لازم هذا المنتخب تعاود يسقم، ما يقعدش غلطه تاع كاليفنا في الدوزيام تور نقعدوا انا شدينا هذه نو كونتار. دوكا الدوزيام لحقناه دوكا خصنا تيتر لازم ندور كيما يقول لك ندور الاخر التروفي افريقيا لازم ندور باسكو عندنا اللاعبين عندنا. انا قلت 7 بصح يكونوا كاين اكثر من 7 عندهم مستوى كبير. انا نقول ب3 سنوات ضحيناها مع مدرب كيما هذا والله ما خدمنا فارغ. خدم نفسه عاود رجع لاكو تاعو لانه لاكو تاعو راحت مع منتخب الكوت ديفواري. انت تدرب نجوم عالميين ما تقدرش تلعب بهم فينال. كل تصريحاته سمير كل تصريحاتهم اللي جات 3 زون يعني يعطي لا بريورتي للصحافه الاجنبيه الفرنسيه يهضر على واش قدم لهذا المنتخب كيفاش كان وكيفاش ولا. عاودوا له التصريحات تاعو القديمه كان يخدم نفسه السيره الذاتيه تاعو. كان قريب يحل في الصحافه الاجنبيه يقول لهم انا رديت هذا المنتخب ما كان والو رديته منتخب كبير عيطوا لي يا العروض ارواحوا عندي الي لوزيتش ولا مدرب كبير. ولوا التصريحات تاعو ما تجوزوش عليها مرور الكرام. واللي تشوفوا معانا في الندوه الصحفيه يقول شيء وليهم يقول شيء اخر. يعني سي دوبل لونغاج اللي يخدم السيره الذاتيه تاعو فقط. ومستوى نزيد نعطيك مستوى الناخب السابق مستواه نعطيهم لك في 2 كلمات. بوركينا فاسو لقاء العوده ومنتخب بلجيكا هذا التكتيك تاعو هذا هو مستواه. يعني خيرت له اسوء لقاءين مش اسوء لقاءين لانه المدرب المحنك تلقاه في الوقت هذا وبوان على لين. رئيس الاتحاد الجزائري قال له اصمت او راح نرد عليك ونكشف امور خطيره لاني عندي واش نقول. في رايك انت كمتابع رفيق وكقريب من صحفي قريب من المنتخب الوطني، واش عنده رئيس الاتحاد ضد هذا المدرب حتى يهدده بهذا الشكل؟ والله ما علمك. لكن اذا كان في حاجات ماذا بيا اذا كان حاجات خطيره كنت تكشفهم اللي كان المدرب على راس المنتخب الوطني. يعني ما ننتظروش حتى يروح. اليوم ما ننتظرش اليوم تجبد دي زاتو كانوا عندك تشدهم عليه وبدات تقول اوتر كيمي خطيره تجبدهم في وقتهم. انت كنت دافع على المدرب اليوم المدرب ماكش تفاهم معاه يفالي تقول لي فيريتي اون فاس. نشفى نهار اللي كان راو مع الي دوزيتش يعني كان دافع عليه في البيرو فيدرال يعني بعد ما حققنا واحد النتائج ايجابيه سلسله من النتائج الايجابيه قال نقولوا في البيرو فيدرال يعني في لو سيت لا فيدراسيون نصيبوها. المنتخب الوطني ما ولاش يسجل غير عن طريق الكره الثابته. كان انتقال ضمني لسعدان انه طورنا يا سعدان رد على سعدان بلي شد المنتخب كي غادرت انت جبنا مدرب اللي ولينا يعني نلعبوا لاطاك ونماركيو سي بيان. بصح عيب كافالي سجل 3 اهداف كونتر نيجيريا. ما هضرش عليه كافالي 3 اهداف ضد المنتخب الارجنتيني ملي كان المنتخب الارجنتيني وديه مش مشكل الاهداف. انا نقول لا ولكن اسمح لي سمير قالها اليوم قالها كريتيكا سعدان بهذه الطريقه بالي لوزيتش. اليوم واش يقول بعد ما راح الي لوزيتش وعنده خلاف شخصي معه يقول له اصمت التقنيين الجزائريين والمنتخب لك تنتقد فيه هو اللي حاوزك من 2010 في الكارت دو فينال. يعني دوك عطينا واش من علام عندك يا رئيس الاتحاديه يا راك انت ضد الي لوزيتش ولا ضد سعدان ولا مع سعدان ولا مع الي لوزيتش. ماشي اللي مانيش مليح مع سمير زاوي نجبد له لي ديفو تاعو اللي مانيش مليح مع فلان. انت تعتقد بانه رئيس الاتحاديه تلون حسب المواقف فقط.
هذا رايك على كل حال. المدربين، المدرب الحالي لا جا جديد هذا عم بك شد منتخب، عم بك درافر، هذا المدرب صار له كيما عبد الحق بن شيخه. المدرب كريستيان غوركوف اللي راح نتحدثوا عليه، وبالمناسبه واش رايك في تعيينه؟ هذا المدرب راه صار له كيما عبد الحق بن شيخه، شد ينبومب انا نسميها، لانه المدرب السابق ما خلى له والو، نتائج برك ما خلاش ليكيب. كون يعاود هذا المدرب يطامع كاع لي ستاتيستيك تاع المنتخب الوطني ملي كان واحد هنا تتلف له واش يدير ليكيب، واش ملعب واش الشيما. انا قلت لك كاين 7 لاعبين 8 لاعبين هما اللي طلعوا مستوى المنتخب الوطني، طلعوا وصلوا لهذا الاهداف هذو. اعطيني خدمه تاع مدرب، اعطيني كاس العالم شفناها، اعطيني خدمه مدرب. انا نتحاسبوا هكذا، ماشي تقول لي ربحنا، اعطيني اذا كان الكوتشينغ تاعو حاضر. لو شونجمون ما داروش هو، داروه له، داروا له الضغوطات تاع مقابله بلجيكا، لانه التحضير تاعو شفناه نهار بلجيكا، هذاك التحضير تاع المنتخب تاعو، هذاك النيفو تاعو. واش خدم حوالي شهرين تحضير كاس العالم ولا اقل من شهرين، لعب مقابل 2 مقابله وديتين. هذيك هي كيما خبز تاع هذاك خبزت يده، هذاك واش يقدر يجيب لنا. مستوى ضعيف، لاعبين كاع الخلف، نهزمنا، كنا قادرين نهزموا اكثر لو كان ما كان سجل لنا هدف، كما لو كان ما سجلنا هدف ما كانش اداء، ما كانش كما قلت انت اللعب الهجومي تاعو. وكانوا يكريتيكيو في سعد يلعب شنو النيفو هذيك خبزت يده. ابري كي خلص الماتش الجزائر ولا تغلي، ضغوطات هنا واش بيك. صحيح. ما تقوليش ما وصلوش الاخبار، لازم يكون تغييرات صراو ذراع، تغييرات صراو، دخلوا اللاعبين اللي دخلوا لعب بهم حتى المقابله الثانيه. اللاعبين هذو اللي قلت لك اللي صح المستوى تاعهم يطلع، جابوا قبل عام كان ما يقدرش يلعب 10 دقائق، على دوك احسن لاعب في المنتخب الوطني، زادوا له نفس ولا شنو. نهضروا لا لوجيك، جابوا عنده مكانته اساسي في المنتخب الوطني. نهضروا حنا في الشامبيون تاعنا ستيف كان هو رافع ستيف ميزان، هو اللي جاب الشامبيون باحترامات اللاعبين الاخرين اللي كان عنده وزن كبير. كيف انت يقدر والشامبيون تاعنا الناس تقول لك ضعيفه، صح ما فيهاش بصح كان هو كما يقول لك يقدر يربح ليكيب وحده، ترافاي انديفيديال، يقدرش يلعب 10 دقائق ويلعب في النادي الافريقي. علاه ما نحاسبوش على هذو. ولا اللي لعب في لاكوب دافريك ما حبش يلعب، ويلعب الصباح ومن بعد عاود لعبوا مضطر من بعد. رفيق انت البعض ايضا ينتقدك بما انك صحفي معروف وتكتب ويداولوا المقاله تاعك في الانترنت، قال لك رفيق هذا خلق يعارض رئيس الاتحاديه، يعارض علي لوزيتش، يعارض يعني ما عجبك حتى شيء. معارضه بالنعم ما عجبك حتى شيء في الفريق الوطني يا رفيق. انا ما نحبش نكون منافق برك، نقدر نغلط، انا نقول اخي راي نتحمل مسؤوليته، ما نقدرش نكون منافق لا اله محمد رسول الله، ما نقدرش. كاين اخطاء نهضر عليهم، دوك انت اذا كما قال سمير نربحوا نشوفوا غير لا فيكتوار، ما نخدمش حاجه كيما هذه. عندي دي كريتيك نديرهم، عندي رئيس الاتحاديه عنده ربما قاموس من الاخطاء، ربما جبت له شويه منهم. علي لوزيتش مدرب اللي ما قدمناش حاجه كبيره، ميزا با لا كاليفيكاسيون اللي تولي ليه، ما درناش فريق نهضر عليه، دار اخطاء ديرو لي 3 نهضر عليه، دار دو با دو ميزور نهضر عليه. لكن كل الناس عندها اخطاء، لكن وري لي رئيس الاتحاديه اللي لحقنا مرتين لكاس العالم، رئيس الاتحاديه اللي صارت الجزائر الان مثال للتنظيم، مثال للاحترافيه، تسير ممتاز. اموال نوريك على علي لوزي خلق انا والله غنهني الحاج والله على المنتخب وعلى التسييرات كذا، بصح نعاتبوا في حاجه واحده على البطوله تاعنا. سامح في البطوله، فشل المشروع الاحترافي، ماشي فشل، لا ماشي المشروع، ما عطاهاش وقته كاع شغل. بالك لو جروب تاعو ما قدرش يمشيها مليح. صحيح سمير، الى متى يعني نستورد منتخب وطني معلم يعني امبورتي جايبين؟ ماهوش مستورد، هذو لاعبين جزائريين وعايشين اللي هي عندهم الحق يلعبون. انا الناحيه هذه تاع هي الى متى سمير باش السؤال يكون احسن، تبقى المدارس الاوروبيه هي تكون اللاعبين. انا نقول لك هذا هو المقصود، هذا الخطا تاع 82. انا نقول ماشي اللاعبين، ماشي اللاعبين اللي داروا اداء كبير في 82 ما شفنا منهم والو من الناحيه التدريبيه. واحد ما فرض روحه، واحد كي تهضر معاهم يقول لك كي تهضر معاهم ما عطاوناش الفرصه، يقول لك هما باغي نسقسيك شكون كي عطاك فرصه اسمك تستغل وغير ما تعطيكش فرصه. انت لاعب مثل ماجر ما عندوش فرصه. ما تقوليش ماجر يخدم في قطر، يخدم يمبوزي روحه اليكسيريو ذراع يجي لهنايا. لاعبين كيما هذوك اللي نو في الكلوب، اسمح لي مع احترامي كاع لي زونسيان جوار، يعني ماجر كلش في الوكره القطري الوكره ما خدمش، فازوا الوكره حكم برشلونه يا جماعه. الوكره ما كاش، الوكره يا الناس ما تردوهاش حاجه كبيره. الوكره ما كاش، ماجر حكم الوكره حب يتبنى المنتخب الوطني، شغل هو خلق ليكون مدربا وطنيا. يا جماعه احكم المولد، احكم الجهاز، احكم الانديه، وري واش تقدر دير. من بعد عيب علينا لما عطيناكش المنتخب الوطني.
جيب لي ديبلوم اقرا هذه حبس ديبلوم هذا اللي قال لك ما عطاوناش ما خلوناش، روح اقرا خلص من دراهمك وروح تبع لي ستاج منا ومنا، كي تجيب ان باجاج تجي تخدم بالدراهم. اذا الفرصه تؤخذ ولا تعطى. هذا هو كيما ديتها جوار اديها ان تكنيسيان. حنا هذو اللاعبين اللي داروا، انا نقول بالمناسبه نعاود نقولها باللي ما نقدرش نلقاو نوتر ماجر نوتر بلوميه نوتر مغاريا، واحد يقولها حتى اهلنا الدور الثاني نقولها ما نقدرش نلقاو مغاريا ماجر بلوميه عصات ما نقدرش نلقاوهم، بصح هادو من الجهه التدريبيه ما عطى والو الكره الجزائريه، وهذا هو السبب تعطل الكره الجزائريه، لانه هذو كما يقول لك كما نقول لك احنا الفورماج تاع اللي كنا هذا اللي جات اللي طات احسن ايام المنتخب الجزائري ما قدرتش نستثمروها ولا تستثمر هي في التدريب ولا تكوين لاعبين اللي يجون بعدهم. هذا هو المشكل اللي يخليني نقول باللي ما عطاوناش كمدربين. رفيق خويا، لو نعود الى المدرب كريستيان غوركيف، هل انت مع او ضد؟ هل كنت تفضل مثلا مدرب محلي بما انك مغرم بسعدان؟ لست مغرم بسعدان يعني بهذه الطريقه. ما نحبش باش نقول حاجه، انا ما نحبش الحقره برك باسكو سعدان باسكو اونطرينور الجيري عاقل لا بريس قاعد تقطع فيه علي لوزيج اونطرينور ايترونجي فارض نفسه كاين دو بوي دو ميزور كل واحد كيفاش يتعامل معه. ما نحبش الحقره، ولكن انا نامن بالكفاءه المحليه. نامن انا ما جبتليش كابيلو دونس كا كاين 100 واحد كيما غوركيف ولا احسن منه، يعني غوركيف على حسب السيره الذاتيه تاعو ما حكمش انديه كبيره، عندوش 13 سنه في فريق لوريون ما حكمش انديه كبيره. كان لازم انه نديروا ان ستاف الجيري، كاين بوعلام شريف، كاين رابح سعدان، كاين عز الدين ايجودي. بوعلام شريف تقدر تقول كيما كولكوف نفس المنهجيه تاعهم، لانه مكون وشفت بوعلام شريف من الحراش اللاعبين الصغار ماهوش معروفين، بنى فريق يلعب كره قدم جميله، عنده نفس المنهجيه تاعو. بوعلام شريف ما يخدمش مع رانا، عنده مشكل معاه 2004 عنده مشكل معاه. انا نقول لك هو طبيعه رئيس الاتحاديه، وان شاء الله بوعلام شريف يحكم البرازيل يدي بها كاع لي تيتر ما يجيبوش. رئيس الاتحاديه عنده مشكل مع ماجال، عنده مشكل مع عنده مشكل مع الشراف، عنده مشكل مع سعدان، عنده مشكل. انت مش قادر تصدقها، انت مش قادر تامن لا ماشي ما قادر. لقد صورتوا لي انه رجل مشاكل، عنده مشاكل. لا ماشي رجل مشاكل، لا ماشي رجل مشاكل، رجل لا يحب ان يقال له لا فقط. هذا هو. بوعلام شريف قالوا لا، ايجودي قالوا لا، ماجر قالوا لا، وهذا علي لوزيج الخير قالوا لا، وسعدان ما قالوش لا. سعدان بالك ما قالوش لا، بالك ما قالوش لا. فهمت؟ هاد الناس هذوما اللي خرجوا له يعني يقول لك لا، يعني قالوا هادو يعني في عينيه وبطريقه انه شو يحس روحه ان بو بوتيت مهان ليه هو. لكن هاد الناس اللي قالوا لا قالوا له بلي ما تتعداش على الصلاحيه تاعنا، حطوه في بلاصتو وبشهاده من راحوا لكم دافيك 2004 على بالهم، بشهاده من عاشوا مع علي لوزيج وبكم وصار مع ايجودي وصار مع مدربين اخرين. لهذا السبب دار عليهم كروه روج وما يولوش المنتخب الوطني. يعني نقول هذاك اليوم اللعيب تاعو في هذا في المنطقه تاعو. لو كان رجل حوار انه يقدر الكفاءه، ما نختلف مع سمير زاوي، لكن هو كفر نعطيله وي في لابريف مع عز الدين ايجودي في الكاليفيكاسيون تاع لي جوز اولمبيك. دخلوا لي فيسير كنا رابحين 1-0 بعد ولينا خاسرين. دخلوا لي فيسير تاع لي لوزيج تما الى بيرتوربي ايجودي، بورتون ايجودي دار اون ايكيب بصراحه قال حدثت اشياء بين الشوطين. حدثت اشياء لانه احنا ما كنا لي كاليفيكاتيف قبل لندن ما كنا نديروا والو. جا عز الدين ايجودي لحقنا قريب رحنا لندن في لو ماتش هذاك في لاميطون حدث اشياء. حاب يكون عنده لا ميز يدخل يهضر ما تهضرش معاهم باش مع الاخر تقول دخلت اليوم انايا كي دخلت راورا شافوني تكاليفياو كيما تقول راورا كي دخل على جيريتي وبيجي يدير شونجمون. الا قادر بريزونت فيديراسيون عنده قدره انه هو يدير ليكيب ويأهلنا، يا خويا علاش خرجنا من لاكوب دافريك من بريبيتور وعلاش خسرنا بليزيور ماتش وكلش؟ اروح نتايا اقعد في البو ورقينهم وحنا نربحوا بلاش ولو ميريت يولي لك. سي سا ما تديش غير لو ميريت، اذا انت عندك فضل تدي لو ميريت وتدي لي شاك. صحيح. زاوي شفنا رفيق يتكلم ربما يقول بانه لازم نمنحوا الفرصه للمدربين محليين، علاش نجيبوا مدربين اجانب، خاصه انه ماشي اسماء كبيره. ما تشوفش بلي هذا المنتخب يعني بدا يكبر، لازم له مدرب كبير، مدرب عالمي؟ بيان سور هاك رجعت هضرت ليها دوك. انت جاوبت وحدك السؤال وجاوبته وحدك. ما نقعدوش في غلطه 82 غير حتى كاليفينا دوزيام تور وعندنا دي جوار ملاح. لازم نشوفوا اللي ديفو خاص مدرب، لازم يجيبوا مدرب اللي يوالم هذا اللاعبين، هذا المستوى تاع اللاعبين هذو، لانه عندك لاعبين ما تزيدش تلقى لاعبين بالك تلقى خير منهم بصح نفس المستوى تاعهم ما تزيدش تلقاهم من 10 سنين. هنا تبروفيت تستمر في هذو اللاعبين، تجيب مدرب كبير اللي يبني لك فريق صح فريق اللي يقدر يمشي ل 5 سنين. انا نقول باللي
المدرب اللي فات ما خلاش فريق اللي يجي موراه يلقاها سهله يمشي في تلا ويروح كونترار، خلى له يعاود يخدم ماجد يدير الساس يدير كل شيء. لانه المدرب اللي جاي هذا انا نقول باللي استلم قنبله كيما بن شيخه، حيصلوا كيما بن شيخه، تكون تعثر يروح. اذا ما تصبروش عليها باسكو حنا في الجزائر الشارع هو اللي يمشي، يعني تشوف الشعب ينوض يدير لك مشاكل، لو التضحيه الاولى بالمدرب. صحيح. شوف برك اسمح لي برك اونتر بارونتيز، نهار اللي كانوا يكريتيكيو في سعدان لانه كاع الناس بدات تهضر يا اخي على ما يوقفش على ما يقعدش على يغلق. نهار اللي جا بن شيخه وحبيبنا ونشتيه بن شيخه، اول مباراه مع المروك فتحنا اللعب، لازم نفتحوا اللعب المروك، دينا 4 وكانت احسن نتيجه للمنتخب المغربي ربما في الخمس سنوات الاخيره. صافي دير بلي احنا عندنا الحقره بالعين، عندنا الهضره بزاف كي يكونوا النتائج، عندنا تقنيين جزائريين اقوياء جدا كما سعدان كما بو علام شارف كما عزيز الايجودي وربما اخيرا كما عبد الحق بن شيخه اللي دار النتائج اليوم في المروك. كان لازم على رئيس الاتحاديه يعطي لهم الفرصه انهم يكونوا على راس المنتخب الجزائري. ما نديروش اليوم لونترينور اون شيف لونترينور ادجوا والطبيب والكيني هذو كاع نجيبهم من ليترونجي، انك تقول انديريكتومون. لكن المدرب المساعد قال بانه راح يعينوه لاحقا. اولا تعليقك على تاجيل تعيين المدرب المساعد، علاش ما خلاوش غوركيف ويجيب الطاقم تاعو؟ علاش نجيب غوركيف ونعين له مدرب؟